اللي بتشوفه قدامك ده يا صاحبي هو حرفيا الصداع الاكبر في راس جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، قبل ما يكون صداع في راس مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قبل مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر يوم الجمعه اللي جاي يوم 8 في تمام الساعه 7:30. وسام ابو علي هداف النادي الاهلي ومهاجمه الجديد هيكون حاضر في مباراه القمه ولا لا؟ جاهز ولا مش جاهز؟ داخل في قائمه النادي الاهلي ولا مش داخل؟ وفي حاله عدم وجوده لا قدر الله ايه افضل تشكيل النادي الاهلي يدخل بيه لقاء القمه؟ دي كلها اسئله هنجاوب عنها في حلقه النهارده، لكن في البدايه وكالمعتاد اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في الارض وارزقهم بنص قريب يا رب. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. وبدون مقدمات طويله يلا بينا على طول في الموضوع. وسام ابو علي اخبار اصابته متضاربه الى حد كبير جدا. اللاعب البعض بيقول ان هو بيشارك في تمرينات الجيم داخل النادي الاهلي بشكل منفرد، والبعض بيقول لك لا اللاعب بعيد تماما عن الحسابات ومش هيكون موجود. طيب هل هيكون موجود في القائمه ولا مش هيكون موجود؟ البعض بيقول ان مارسيل كولر ممكن يستبعده تماما عشان يركز مع مجموعه معينه، البعض بيقول لك مارسيل كولر هيحارب على وجوده في ماتش الزمالك لغايه اخر وقت ويعمل له كشوفات ثانيه يوم الخميس. وخلي بالك ممكن اقول لك على حاجه ثانيه فوق كل ده، ممكن وسام ما يكونش جاهز من دلوقتي، لكن مارسيل كولر هيصطحبه معاه في القائمه عشان يفضل صداع لكن في راس جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك، اللي مع احتماليه وجود وسام ممكن يعيد دماغه ويعيد تفكيره 100 مره في تشكيل نادي الزمالك استعدادا للمباراه. لكن كل ده مع كل المزاولات دي هتخلينا نفكر في احتمال مهم وهو غياب وسام ابو علي. ايه افضل تشكيل للنادي الاهلي وقتها؟ عايز اقول لك ان مع غياب وسام وطبعا هيكون في تغيير في مركز راس الحربه. تغيير يا صاحبي اللي هيحصل في مركز راس الحربه ده اوعى تستهون بيه، التغيير ده هيعمل عاصفه تغييرات في التشكيل اللي النادي الاهلي مستعد ان هو يشارك فيه. عشان كده تعال نروح على طول لاول اختيار وهو محمود عبد المنعم كهربا. ليه كهربا هو الاختيار اللي ممكن يكون افضل بالنسبه لمعظم جمهور النادي الاهلي؟ اولا محمود عبد المنعم كهربا الكل عارف انه لاعب متحرك ديناميكي بشكل كبير جدا على ارض الملعب، بيخترق المساحات، بيخلخل اي دفاع يلعب عليه، وبالتالي هو فرصه ذهبيه مش كونه راس حربه بس، لا ده فرصه ذهبيه لكل العناصر او زمايله اللي موجودين على ارض الملعب. ضيف على كده كهربا قدام نادي الزمالك، ضيف على الباور بتاعه 20 او 30 او 40% من الباور الاساسي بتاعه، ودي نقطه ثالثه مهمه جدا ان كهربا يملك خبره مواجهات النادي الاهلي والزمالك اللي لعب فيها اكتر من مره. عشان كده واحنا لاول مره بنشرح التشكيل النهارده هنشرح التشكيل بالعكس يا جماعه، من اول راس الحربه لغايه حارس المرمى. هنفترض اول تشكيل الخطه رقم 1 بوجود محمود عبد المنعم كهربا. في الحاله دي هنختار على الطرف الشمال كوينج شمال حسين الشحات. هنحتاج دايما في المركز ده اللاعب اللي نقدر نقول عليه انسايد وينجر، اللاعب اللي بيدخل لقلب الملعب لقلب منطقه الجزاء، عنده قدرات ممتازه جدا في موقف الواحد على واحد، عنده قدره على التسديد واستغلال الفرص، وكل النقط دي متوفره في حسين الشحات لانه هيكون مهم وجوده، لان كهربا لاعب متحرك زي ما بنقول بيخرج كتير جدا بره منطقه الجزاء، شويه يمين شويه شمال، المساحه بتاعته وارد جدا ان المهاجم اللي عنده الامكانيات دي يقدر يستغلها بشكل كويس. اتكلمنا عن حسين الشحات بالمثل بالظبط هنتكلم عن بيرسي تاو على الطرف اليمين. بيرسي تاو لاعب لما بيكون في يومه بيملك من المهارات والسرعات والذكاء على ارض الملعب لمهاجمه المساحات بشكل كويس، وبيرسي تاو لو في يومه هياكل عيش على احمد فتوح اللي دايما بيكون متقدم هجوميا، وجوزيه جوميز بشكل واضح وصريح بيديله مهام هجوميه كتيره جدا، وحمزه المسلوسي من الاخر كده لوحده في الجبهه دي بيشيل الطين لوحده حرفيا. طيب لو جينا اتكلمنا بقى عن ثلاثي خط النص في خطه الاربعه 3-3، طبعا هيكون عندك راس المثلث المقلوب مفيش غيره مروان عطيه، اللاعب اللي ان شاء الله يقدم لنا افضل اداء ضد نادي الزمالك. بس المهم مين الاثنين اللي هيكونوا قدامه؟ طبعا محدش يختلف على ان امام عاشور كلاعب بوكس تو بوكس ومهامه الهجوميه والدفاعيه تكاد تكون متوازنه، مجهوده كبير ما شاء الله على ارض الملعب، وده هيخلينا ندي افضليه في حاله مباراه يوم الجمعه ان شاء الله لوجود عنصر خبره مهم جدا في خط نص النادي الاهلي وهو وجود عمرو السوليه. خلي بالك الخبره في الماتشات اللي زي دي بتحسم النتيجه بشكل كبير، ونادي الزمالك رغم ان عنده مشاكل كتيره في خط النص من بطء حركه وتقدم في السن، لكن خبره لعيبته وكمان حماسهم اكيد اللي هيكون قدام النادي الاهلي لازم يواجهوا خبره مقابله في وجود عنصر تقيل زي عمرو السوليه. لو جينا اتكلمنا بقى عن خط الدفاع طبعا هيكون موجود محمد عبد المنعم، هيكون موجود جنبيه رامي ربيعه، على الطرف الشمال هيكون موجود طبعا علي معلول كلاعب وينج باك اللي هو الوينج اللي بيتحرك على الخط، بيتقدم كتير جدا، بيعمل مهام اللاعب الوينج بالاساس، وحسين الشحات هيكون مهمته اختراق مناطق نادي الزمالك. هنا بقى على الطرف اليمين اقدر اقول لك ان ما عنديش اي مشاكل في وجود محمد هاني كلاعب بيقدر يدي لك 50-50 في نقطه المهام الدفاعيه والمهام الهجوميه، خاصه مع وجود بيرسي تاو اللي ما نقدرش نقول ان هو بيرجع يدافع بشكل مستمر، فعشان كده وجود هاني كلاعب بيدي لك افضليه سيكا في الجانب الدفاعي وجوده هيكون مهم في مباراه زي دي، لان اكرم توفيق كلنا شايفين ان مارسيل كولر ما بيعتمدش عليه بشكل اساسي مؤخرا خلال الفتره اللي فاتت، واعتقد يعني ان مع عامل قله الثقه اللي بيعاني منها اكرم توفيق مع مارسيل كولر مؤخرا ممكن ما نشوفوش بيلعب اساسي. فاولا كده قول لي رايك في التعليقات، ايه رايك
رايك في تشكيل الكهرباء دي؟ ليك اي تعديلات عليها؟ وهنا بقى نيجي طبعا للاختيار الثاني واللي مفيش غيره بوجود انطوني موديست كمهاجم صريح ومفضل لمارسيل كولر. لكن عايز اقول لك ان مع وجود موديست هيبقى في تغييرات كتيره جدا موجوده في التشكيل. يمكن اللاعب الوحيد اللي هيكون محظوظ بوجوده جنب انطوني موديست لان بيلعب جنبه بشكل كتير جدا هو حسين الشحات على الطرف الشمال كوينج، كلاعب يقدر يضم عشان يلعب كراس حربه تاني جنب انطوني موديست، ولاعب زي ما شرحنا الخصائص بتاعته بيجيد الدخول لداخل منطقه الجزاء. لكن في الحاله دي بوجود انطوني موديست على الطرف اليمين كوينج، مين اللي هيكون موجود؟ اقدر اقول لك ملهاش اي حل تاني غير رضا سليم. خلال الموسم اللي فات قبل ما ينضم للنادي الاهلي كان مكسر الدنيا حرفيا. رضا سليم طبعا لاعب ايمن، لاعب وجوده على الخط، لاعب يملك سويرفات ممتازه جدا بيقدر يلعبها وهو متحرك، ودي اللي بيديها قوه وافضليه بشكل كبير عن اي وينج ممكن يلعب للنادي الاهلي في المركز ده. وهنا هنكون ضامنين استفاده كبيره جدا لانطوني موديست، سواء رضا سليم واختراقاته من على الطرف اليمين او لاعب مميز جدا في نقطه السويرفات اللي هيرسلها الموديست داخل منطقه الجزاء. نيجي بقى لتغييره مهمه جدا في خط النص. طبعا مروان عطيه هيحتفظ بمكانه كمثلث مقلوب او راس مثلث مقلوب، امام عاشور هيكون موجود، لكن في الحاله دي احنا محتاجين لاعب بوكس تو بوكس عنده نفس القدرات البدنيه زي امام عاشور بالظبط اللي تخليهم هما الاثنين يقدروا يقوموا بالواجبات الدفاعيه والواجبات الهجوميه في نفس الوقت، لان موديست ما بيقدرش يرجع يساند دفاعيا. موديست يا جماعه كبروفايل مهاجم هو ما بيخرجش بره منطقه الجزاء، ولو خرج بعيد عنها ما بيبتعدش كتير وما بيتعبش نفسه في نقطه المهام الدفاعيه. هي طبيعته كده يا جماعه. المدير الفني مش هيقدر يغير لاعب عنده 36 سنه دلوقتي قبل الماتش تحديدا. عشان كده وجود الاثنين دول جنب بعض مهم جدا، وخاصه لامام عاشور. امام عاشور اللي لما لعب جنب موديست في مباراه ميدياما شال عبء نقطه ان هو ينزل لنص الملعب عشان يسترد الكوره. عشان كده شفنا امام عاشور في مباراه ميدياما قبل ما ينتصف الشوط الثاني كان حرفيا شحر بدنيا وما كانش قادر يكمل الماتش. لو جينا بقى اتكلمنا عن خط الدفاع، طبعا وكالعاده محمد عبد المنعم ورامي ربيعه هيكون موجود جنبيه، على الطرف الشمال علي معلول، لكن على الطرف اليمين لازم يبدا عمر كمال عبد الواحد عشان يكون عندنا اثنين يا جماعه وينج باك، اثنين بيصعدوا وبيزودوا المهاجم بسورفات. وعمر كمال عبد الواحد في النقطه دي يمكن اكتر واحد مميز في النادي الاهلي بعد علي معلول. بكده انت هيكون ضمنت في التشكيله دي نقطه العامل البدني في التغطيه الدفاعيه تكون متوفره في كوكا وامام عاشور، وضمنت ان يبقى عندك ثلاث لعيبه رضا سليم علي معلول وعمر كمال عبد الواحد يلعبوا عرضيات كتيره لانطوني موديست، لان ما ينفعش بتكون بتلعب مهاجم نقطه قوته الاهم والاساسيه ما بتلعبش عليها. اي دول بالنسبه لي افضل تشكيلين ممكن اشوف بيهم عقليه مارسيل كولر بتلعب بتشكيل النادي الاهلي قدام نادي الزمالك حال غياب وسام ابو علي. ما بين تشكيل رقم 1 وتشكيل رقم 2 اكتب لي رايك في التعليقات، شايف انهي تشكيلين افضل؟ ولو عندك تشكيل تاني مختلف شاركني بيه في التعليقات. لكن عايز اقول لك مش ده التشكيل النهائي بالنسبه لي. التشكيل النهائي هتكلم عنه في الحلقه الجايه ان شاء الله. انا بتكلم عن نقاط القوه والضعف النادي الزمالك وايه افضل تشكيل يواجهها بامر الله. وبس، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله بعد شويه على القناه الاساسيه والبيج الاساسيه في حلقه جديده عن اهم اخبار النادي الاهلي. وشكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.